هذا المقاتل الخبيث فشل فشلا ذريعا. تظاهر باحترام خصمه فقط ليوجه له ضربة غادرة. لم يظهر أي احترام لتجربة المخضرم القادم من داغستان أوماكان إبراهيموف، الذي عرف دائما باحترامه لخصومه وتشجيعهم حتى بعد الهزيمة. باند دوستر المقاتل البريطاني لم يكن محترفا، لكن موهبته لفتت الأنظار، وحصل على فرصته ليقاتل إبراهيموف في نزال حقيقي. ومع ذلك يبدو أن لا أحد علم هذا البريطاني معنى احترام الآخرين. تظاهر بالاحترام فقط ليضرب خصمه بغدر دون أن يعلم أن الكارما كانت في انتظاره. وكما يقال عن الجنتلمان البريطاني، انحنى فورا وانسحب بهدوء بعد أن لقنه إبراهيموف درسا في التواضع خلال 5 ثوان فقط. Oh! And that's it, game